اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة روني محمد. ويلا بينا نبدأ قصتنا. في حي من الأحياء الراقية في القاهرة طلع الدكتور من أوضة جلال الوزان. للأسف كفاءة القلب مش قد كده وبتتراجع، والنبض كمان بدأ يضعف. أنا ممكن أنقله لأي مستشفى أو حتى سفره بره إن لازم يعني الأمر. الموضوع دلوقتي ملوش علاقة بالطب، احنا عملنا كل نقدر عليه. هو متوصل على الأجهزة ومتعلق له محاليل، بس الله أعلم ساعة الرحيل إمتى. يعني خلاص كده بابا هيموت. أنا قلت لك قبل كده إن هو أجله قريب، بس هو بقاله 6 شهور وبيعافر وربنا موجود. الدكتور خلص كلامه ومشي، وأمينة أم يحيى جت. اهدى يا حبيبي، أبو كام عدى بأزمات ورجع يقف من تاني على رجله وبقى أحسن من أول. المرة دي الدكتور قال إنه صعب يرجع زي الأول، القلب بدأ يقف. هنعمل إيه؟ أمر ربنا. من يوم وفاة هشام وهو كده نايم على السرير بين الحياة والموت. ربنا يصبرنا كلنا يا رب. في شقة متوسطة الحال بالإسكندرية كان في ولد صغير بيجري. ماما يا ماما. في إيه يا حمزة مالك بتجري كده ليه؟ هو بابا فين؟ هو وحشني قوي ونفسي أشوفه. ما أنا قلت لك بابا مسافر وسفره ده هيطول شوية، بس أنا بحبه قوي ونفسي أشوفه. طب تعالي نتصل بيه يا ماما. يا ريت ينفع يا حبيبي، بس للأسف المكان اللي هو فيه ده ما ينفعش يتكلم منه، أصل يعني ما فيش شبكة هناك. يوه أنا عايزة أشوفه قوي وعايزة أسمع صوته. الله. حمزة خلص كلامه وجري على أوضته. كان زعلان جدا، وجت سحر أختها الكبيرة على الكرسي المتحرك بتاعها. ما أنا قلت لك يا نوران تقولي له الحقيقة. عاجبك كده؟ كل يوم والتاني يسأل عليه وزعلان إن هو مش بيكلمه. هعمل إيه بس يا سحر؟ ما أنا خايفة عليه، هو لسه صغير ومش هيستوعب خالص إن باباه يموت ومش هيشوفه تاني. يعني عاجبك الأمل اللي هو عايش عليه ده وفاكر إنه ممكن يشوفه أو حتى يسمع صوته؟ بكرة هيكبر وهيتعود، وأنا مع الوقت هفهمه واحدة واحدة. أنت جوزك ميت بقاله أكتر من 6 شهور ومفيش ولا حد من أهله سأل فيكي ولا حتى في ابنك. مش كان أولى برضه إن جده يجي ويبقى مسؤول عنه؟ أنت عارفة هشام الله يرحمه كان عنده خلافات مع أهله، وعشان كده هو ساب القاهرة وجه عشاننا في الإسكندرية واتقابلنا واتجوزنا. حتى أنا ما شفتهمش غير بس في الفرح، ومن بعدها ما جوش غير في العزا. يبقى خلاص أنت لازم تاخدي ابنك وتقربي منهم. الولد هيكبر وهيلاقي نفسه مقطوع من شجرة، يعني يبقى ما عندوش لا أب ولا حتى أهل. عندك حق، أنا مش عايزة أعيش زينا أنا وأنتي. طول عمرنا كان نفسنا نلاقي السند اللي يحمينا. في نفس الوقت ده الباب خبط ونورهان راحت فتحت الباب، وكان حسين جارهم. ازاي كان نور حياتي؟ ايه مش ناوي بقى نفكنا من الخطوبة دي ونتجوز بقى ولا ايه؟ خطوبة ايه؟ مين قالك ان انا موافقة عليك اصلا؟ لا بقول لك ايه، العدة خلصت بقى لها يجي 2 شهور، وانا قلت لك ان انا مستعجل على الجواز. بس انا بقى مش عايزاك. هو ايه بالعافية؟ قرب منها وبص في عيونها. انا هعتبر ان انا ما سمعتش الكلمتين دول. اصلا انا لما بحط حاجة في دماغي ما بشيلهاش. يومين بالظبط وهجيب المأذون نكتب الكتاب عشان تيجي تنوري بيتك يا عروسة. قفلت الباب في وشه وسحر جت بالكرسي بتاعها. لازم تمشي، خدي ابنك وامشي من هنا. طب وانتي هسيبك لوحدك؟ مش هعمل لي حاجة، انفدي بجلدك قبل ما تتورطي بقى في جوازه منك. وتاني يوم نورهان كانت واقفة ومستنية العربية. ماما واحنا رايحين على فين؟ رايحين نزور جده وقرايب بابا اللي هم عايشين في القاهرة. يعني انا عندي جده وهيحكي لي حواديت وهيجيب لي العاب كتير قوي؟ مش عارفة يا حبيبي بصراحة هو بيحكي ولا لا، بس انت عندك جد ويبقى ابو باباك. وصلت العربية والاتنين ركبوا. طب هو ليه جده مش بيجي يزورنا؟ انا نفسي اشوفه قوي. ظروف يا حبيبي، ظروف. المهم احنا رايحين نزوره، بس اهم حاجة ان انت تبقى هادي ومؤدب، ما تعملش شقاوة. اوكي؟ طب هاتيلي ايس كريم وانا هقعد مؤدب. احلى ايس كريم لاحلى حموزة في الدنيا. نوصل بس واجيب لك اللي انت عايزه. وبعد وقت وصلوا القاهرة، ونورهان مسكت ايد ابنها ورنوا جرس. فتحت الخدامة واستقبلتهم في الصالون. واو، ده قصر شبه الكرتون بالظبط. ماما انا عايزه اعيش مع جده هنا. دول اكيد عندهم اوضه كبيره قوي مليانه العاب، واوضه تانية مليانه ايس كريم، واوضه تانية للسناك. صح؟ ايه ده كله؟ احنا فين بالظبط يا ابني؟ في قصر جده. هو فين جده بقى؟ انا عايزه اشوفه. يحيى كان نازل في الوقت ده من على السلم وكان حزين جدا، وحمزه اول ما شافه جري عليه واتعلق في رجله. بابا وحشتني قوي يا بابا. على فكرة انا زعلان منك عشان قاعد هنا عند جده ومش بتكلمني ولا حتى بتيجي تزورني خالص. نوران حست بالاحراج، وخصوصا ان يحيى كان توأم هشام جوزها. معلش انا اسفة قوي، اصل هو فاكره باباه. تعالى يا حمزة هنا. لا انا مش هسيب بابا تاني ابدا، انا بحبه. هو انت بقى اسمك ايه؟ هو انت بقى اسمك حمزة؟ وكمان نسيت اسمي يا بابا. انا زعلان منك قوي ومش هكلمك تاني. بس ده مش بابا يا حبيبي، ده عمو اخو بابا. هو شبهه بس هو مش باباك.
بعد حمزة عنه وهو بيبص لملامحه. انت عندك عضلات وبابا لأ، وكمان شعرك طويل شوية. هو انت بتاكل ايه يا عمو؟ خلاص بقى يا حمزة، عيب كده. نورهان بصت على يحيى اللي كان بيبص لحمزة ومستغرب. انا كنت جايبة حمزة يزوركم عشان يعني هو طول الوقت بيسأل على باباه وكمان عليكم. جاية تزورينا ولا جاية تورثي؟ نورهان كانت لسه هترد عليه بس قطعها دخول أمنية اللي قربت منها وحضنتها وحضنت حمزة. اهلا وسهلا بيكم، تعالوا اتفضلوا، انتم ريحة الغالي. انا بس كنت عايزة حمزة يسلم على جده ويشوفه عشان يقعد معاه شوية، وهنرجع على اسكندرية النهاردة. اسكندرية ايه بس اللي هترجعوا النهاردة؟ هو انتوا لحقتوا يا بنتي؟ مين بقى الست دي يا ماما؟ دي جدتك، مامة باباك. سيبيه وانا هعرفه عليا، ليه حق ما يعرفنيش؟ ما هو عشان بقى ما جابوش يزورني خالص. قولي بقى يا حموزة، دخلت المدرسة ولا لسه؟ ايوه طبعا دخلت المدرسة واخدت الاجازة كمان. بصي انا اصلا مش بحب المدرسة عشان بيصحوني بدري قوي وانا بكون عايزة انام، بكون جعان نوم. يحيى استغل ان امنية بتتكلم ومشغولة مع حمزة وقرب من نورهان. ما تفكريش ان انت هتقدري تضحكي علينا زي ما ضحكتي على هشام، انا مش زي هشام وهتلاقيني واقفلك دايما بالمرصاد. نورهان كانت مصدومة ويحيى خلص كلامه وبعدها مشي. اما امينة حطت ايديها على نورهان فوقتها من كلام يحيى اللي وجعها قوي. مالك يا بنتي واقفة سرحانة في ايه؟ يلا يا حمزة احنا لازم نمشي من هنا. تمشوا ازاي؟ انتوا لحقتوا؟ ده انتوا لسه واصلين. معلش انتوا لما تحبوا تزوروا حمزة انا بيتي مفتوح، اهل هشام يعني اهلي بالظبط. طب حمزة مش هيشوف جده؟ ده تعبان وبين الحياة والموت، ما بيتحركش من مكانه من وقت موت هشام وصحته اتأخرت قوي. نورهان ما كانتش عارفة تقول ايه. انت اقعدي معانا لحد بس بكرة على الاقل، يعني حمزة يشوف جده وهو كمان يشوفه، يمكن صحته تتحسن شوية ويبقى كويس. خرج يحيى من القصر وركب عربيته ومشي بيها، راح على الشركة وقابل سيف صاحبه. طمني عمي جلال عامل ايه دلوقتي؟ زي ما هو، حالته بتتأخر والدكتور قال السفر في خطورة على حياته. طب والعمل هتعمل ايه؟ العمل بيد ربنا، اللي عايزه هيتم. انا مكلم اكتر من مستشفى وطالب منهم نعمل عملية زرع قلب، بس المشكلة انهم مش لاقيين متبرع. انا من عندي هحاول برضو، هدور وان شاء الله ربنا يحلها من عنده. وعند حمزة اللي دخل يشوف جلال اللي كان نايم على السرير. هو ليه جده نايم على السرير وليه مش بيفتح عينه؟ انا عايزه يصحى ويحكي لي حواديت. ادعي له، اصل هو تعبان شويه، هو نايم دلوقتي عشان الدكتور اداله علاج بينيمه، ولما يصحى هو هيبقى مبسوط قوي عشان هيشوفك. نورهان خرجت بره الاوضه وراها امينه وحمزه. انت شفتي بنفسك حالته متاخره ازاي؟ وكفاءه القلب كل يوم تقل عن الاول، محتاجين نعمل زرع في اقرب وقت. ربنا يشفيه يا رب. طب وايه اللي خليكم تاجلوا العمليه لحد دلوقتي؟ انا شفت التقرير بتاعته اللي محطوطه جنبه وعرفت ان الاجهزه بتاعت الجسم عماله تضعف، يعني بتضعف مقاومتها مع الوقت. ما لقيناش متبرع لحد دلوقتي. قولي لي يا بنتي، انتي دكتوره، ما تعرفش حد يقدر يساعدنا في الموضوع ده؟ من اصعب العمليات اللي بتتم هنا في مصر هي زراعه القلب، وده بسبب ان مش سهل تلاقي متبرع، لانه بيتم بس بشروط معينه، وهو ان المتبرع يكون من فرق الحياه تقريبا، ما عدا بس توقف القلب. وفي الشركه، يعني نورهان مرات هشام الله يرحمه هناك عندكم في البيت دلوقتي؟ انا سايبه مع ماما، طبعا زمانها جايه تدور على الورث. لو كانت عايزه ورث كانت جات من وقت ما هشام اتوفى. انا عارف نورهان من زمان، مستحيل تكون جايه عشان كده. هو انت بقى تعرفها منين؟ هو انت نسي ان انا اشتغلت مع هشام فتره كبيره في اسكندريه وكنت بزورهم انا ونجلاء مراتي وكنا بنشوف بعض كتير. المهم انا ماليش دعوه بكل ده. اقول لك ايه، انا مش فاضي وعندي اجتماع بعدين نتكلم. ماشي، وانا كمان راجع على مكتبي عندي شغل اخلصه، بس انا بقى عازم نفسي عندكم على العشاء. هو ايه الجديد؟ ما انت على طول كده عازم نفسك عندنا. اعمل ايه يعني؟ ما احنا ما عندناش حد بيعمل لنا اكل بيتي، نجلاء مشغوله في الماجستير ومش معنا خالص. وفي القصر امينه كانت واقفه. دي بقى تبقى اوضتك انت وحمزه لحد ما نعمل له اوضه خاصه بيه وتبقى مليانه العاب وكل الحاجات اللي هو بيحبها. هي ياهو، شكرا يا احلى تيتا، انا مبسوط قوي ان انا جيت هنا على فكره. واحنا كمان يا قلبي مبسوطين قوي ان انت هتقعد معانا. انا بقى مش هسيبك تبعد عني تاني، انت لازم تعيش هنا على طول. للحظه نورهان قلبها اتقبض وخافت ان كلامها يكون بجد وناويين ياخدوا حمزه منها، فقت على صوت امينه. ودلوقتي انا هسيبكم ترتاحوا، ولما العشاء يجهز هبعت لكم بقى نعمه عشان تنادي عليكم. خلصت كلامها ومشيت، ونورهان قعدت مكانها فضلت تفكر. البيت ده كبير قوي يا ماما، احلى من بيتنا اللي في اسكندريه بكتير. ماما انا عايز اعيش هنا على طول. لا يا حمزه مش هينفع، انا ليا شغلي وحياتي هناك، وبعدين ما ينفعش نسيب صح لوحدها. طب ما خالته يعني اسراء موجوده، تروح تقعد معاها يا ماما، ما تزعلنيش. خالته اسراء مسافره وصعب انها ترجع دلوقتي. طب هو ينفع انزل العب في الجنينه؟ تيتا قالت ان ينفع
عشان خاطر يا ماما وافقي ممكن؟ نورهان ما كانتش موافقة، بس مع إلحاح حمزة وافقت طبعا. وحمزة كان بيجري بيخرج من الأوضة ونورهان وراه، وفجأة لقيت واقف مع يحيى. ماما تعالي بسرعة، بصي بابا جه. لا ده مش بابا يا حبيبي، ده عمو يحيى أخو بابا. يوه، طب وبابا فين؟ هو مش راضي يجي ليه يا ماما؟ يحيى قرب من حمزة وشاله. تعالى معايا، خلينا نقعد مع بعض شوية، ايه رأيك؟ ايوه ياهو، موافق طبعا. على الرغم من ان نورهان كانت قلقانة، بس في النهاية وافقت. يحيى اخده لأوضته وقعد جنبه. بص يا حمزة، في حاجة مهمة لازم تعرفها. بابا مسافر بس المدة طويلة قوي، واحنا ولا هنقدر نشوفه ولا حتى نكلمه، لكن بعد وقت طويل لما كلنا نكبر كلنا هنروح له. فاهم حاجة؟ انا مش فاهم اي حاجة، انا عايز بابا بس، انا عايز اشوفه والعب معاه زي زمان. ايه المشكلة يعني؟ ايه رأيك بقى ان انا هلعب معاك وهعمل لك كل حاجة بابا كان بيعملها لك؟ تعالى بقى شوف الالعاب اللي انا جبتها لك. يحيى اخده للجنينة وكان حمزة فرحان جدا، كان شايف قدامه العاب كتير. وقفت نورهان تراقبه من بعيد وافتكرت هشام وهو بيلعب مع حمزة. في نفس الوقت سحر اتصلت بنورهان. ايوه يا نورهان، طمنيني عليكي يا حبيبتي انتي وحمزة. الحمد لله احنا كويسين، طمنيني انتي عليكي. بس ما جارتنا كتر خيرها مش سايباني خالص، ما تقلقيش عليا وخليكي عندك يا حبيبتي، اوعي ترجعي. ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ يا بنتي حسين جاب المأذون وكان هيتجنن وهو بيدور عليكي. هو مفكر ايه؟ البلد دي فيها قانون، انا مستحيل اتنازل عن حقي، من بكره هرفع عليه قضية. في نفس الوقت يحيى كان في الجنينة وسمع اخر جملة قالتها لانها انفعلت وهي بتتكلم. بص لها بغضب. ماشي، طالما عايزة بقى تبدأيها محاكم يبقى البادي اظلم، وانت اللي عملتي كده في نفسك. خليك هنا يا حمزة، ما تتحركش، هروح اغير هدومي وارجع لك، تمام؟ خلص يحيى كلامه وبعدها مشي. في نفس الوقت سيف كان داخل البيت ومع ابنه آدم. فين بقى حمزة اللي قلت لي هلعب معاه؟ اهلا بيك يا سيف، تعالى اتفضل. حمزة كان راكب العجلة بتاعته ونورهان بتجري وراه. حمزة يا حمزة تعالى هنا هتقع. ايه ده؟ حست نور بالإحراج لما شافت سيف. ازيك يا استاذ سيف؟ ابتسم سيف وسلم عليها، وآدم قرب من حمزة وراحوا الاتنين يلعبوا سوا. الظاهر كده انهم هيبقوا صحاب. هشام الله يرحمه كان صاحبك اكتر من يحيى. قطعهم صوت يحيى اللي جه فجأة. هو الغدا باقي عليه كتير؟ لا ابدا، ده جاهز، يلا بينا على السفرة وانا هبعت نعمة تجيب الاولاد. كان يحيى بيبص لنورهان بس بكره، كل اللي كان بيفكر فيه ازاي يخليها تمشي من هنا من غير ما تاخد اي حاجة. تعالي يا نورهان، تعالي انت معايا على المطبخ. نورهان راحت مع امين على المطبخ وعند سيف ويحيى. يا عم ايه المعاملة دي؟ انت كده بتحرجها، وعلى فكرة ممكن تمشي ومش هتشوف حمزة تاني. ما تمشي ولا تروح في 60 داهية. اما بقى بالنسبة لحمزة فتنسى خالص بقى ان انا هسيبهولها. يعني ايه؟ هو انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا غير هشام، يعني مش بيضحك عليا بسهولة. الحق يا استاذ يحيى، الممرضة بتقول ان حاجة تعبان خالص، هو القلب تقريبا وقف. جري يحيى وسيف بسرعة طلعوا لفوق ومن وراهم نورهان وكمان أمينة. نورهان قربت منه وكشفت عليه. البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اصلا ما بتفهميش. اطلعي بره وانا اجيب دكتور هيكون احسن منك مليون مرة وبيفهم عنك. بره. ايه ده بس يا يحيى؟ واستغفر ربنا، ده قدر ربنا وعمره خلاص انتهى. يحيى قرب من ابوه وكان عمال يهزه عشان يصحى ومش مصدق ان هو مات. اما امينة فما استحملتش ووقعت على الارض، اغمى عليها وسيف شالها ووصلها لاوضتها، ووراهم نورهان اللي فضلت جنبها لحد ما فاقت وبقت كويسه. وتاني يوم انتهى العزا، ونورهان بقى قررت انها تاخد ابنها وترجع للاسكندريه من غير ما حتى تقول لحد وتواجه حسين مهما يكلفها الامر. وفي اسكندريه وبعد نص الليل جرس الباب رن. سحر اتفاجئت لما فتحت الباب وكانت نورهان دخلت وهي شايله حمزه اللي كان في سابع نومه. نور، انت ايه اللي رجعك؟ مش قلتلك خليكي هناك؟ يا ريتني ما سمعت كلامك ولا رحت. ليه كده؟ هو ايه اللي حصل؟ دخلت نورهان لأوضة حمزة ونيمته على السرير وخرجت لسحر. لا انا تعبانه دلوقتي، سيبيني انام وبكره ابقى احكي لك كل حاجه. نورهان خلصت كلامها وراحت لأوضتها، وسحر بصت لأسرها بحزن. وبعد يومين جرس الباب رن ونورهان فتحت واتفاجئت لما شافت عسكري. في طلب محكمة للدكتورة نورهان السيد، هي موجودة هنا؟ ايوه انا نورهان. طلب ايه ده؟ طلب ضم حضانة الطفل حمزة هشام الوزان لجدته من ابوه. مين اللي قال ان انا هوافق على الكلام ده؟ دول اكيد اتجننوا. لو سمحتي امضي بس على الورقة وخليني امشي، انا بس بنفذ شغلي. نورهان اخدت الورقة وقفلت الباب وسحر جت. في مالك؟ ومين اللي كان على الباب؟ شفتي هشام كان عنده حق لما بعدني عنهم زمان، اخرتها عايزين ياخدوا حمزة مني. اهدي بس وان شاء الله مش هيحصل حاجة، انا مش هسمح ان ده يحصل ابدا. هتصل بالمحامي وهنروح له ونشوف الموضوع ده نهايته ايه. اللي اسمه يحيى ده من وقت ما وصلت وهو مش طايقني، هو صحيح شبه هشام في الشكل
بس هشام عمره ما كان قاسي كده او ظالم كده. وعند سيف اللي دخل على يحيى مكتبه: ايه يا عم دخلت بوليس الادب دي؟ حد قالك انا معايا حد؟ انت جننت؟ ايه اللي انت عملته ده؟ نورهان دي تبقى امانه اخوك عندنا، ازاي عايز تعمل فيها كده؟ هي لحقت اتصلت بيك وعيطت؟ بقول لك ايه، شغل الستات ده مش عليا، وهي اخرها معايا قرشين تاخدهم وتغور 60 داهيه، وانا اخد ابن اخويا انا اللي اربيه بمعرفتي. طب اعمل حسابك بقى، انا مش موافق على الهبل ده، واقف جنبها حتى لو وصلت ان انا احميها منك، مش هتاخر. طيب يا حنين، روح خليك جنبها، بكره تفوق على وشها الحقيقي اللي كلكم مخدوعين فيه. بتمنى انت اللي تفوق من قسوتك دي، زمان قست على اخوك لما قطعته ورفضت حتى تحضر جوازه، ودلوقتي بتقسى على ابنه وعايز كمان تحرمه من امه. انا عايز اعيشه في مساواه احسن، عايز اعوضه عن هشام. لا لا لا، انت عايز تريح ضميرك اللي عمال يأنب فيك من يوم ما هشام مات. مع السلامه. سيف خلص كلامه ومشي، ويحيى قعد مكانه والدموع اتجمعت في عيونه وهو بيفتكر توأمه اللي راح قبل شهور في نفس الوقت. قعدت نورهان: طمنا يا متر، موقفنا ايه؟ هو فعلا ممكن ياخد الولد مننا؟ مش هقدر اكد لك بنسبه 100% انه هيفضل يعني معاكي، بس طالما رفع قضيه يبقى معاهم الاسباب اللي يخليهم يكسبوها. انا عندي استعداد اخد ابني واهرب اروح اي مكان، بس ابني يفضل معايا. ما تقلقيش، ان شاء الله يفضل معاكي، بس عندي خبر ليكي تاني بخصوص يعني حسين. ايه هو؟ فرحنا بيه. حسين اتقبض عليه بتهمه حيز مخدرات والاتجار فيها، وده مش هيخرج منها قبل 10 سنين. الحمد لله، ربنا ريحنا منه للابد. وبعد اسبوع في واحده من الكافيهات، نورهان كانت قاعده بتعيط وسيف بيحاول يهديها: اهدي بس يا دكتوره وان شاء الله ربنا يحلها. اهدى ازاي وانت شايف المحامي قال ايه؟ قال ان الجلسه الجايه احتمال كبير قوي يحكموا ان حمزه يعيش معاهم عشان هما يوفروا ليه ظروف المعيشه احسن مني. في حل المحامي كان قايل لي عليه. ايه هو؟ ارجوك قولهولي. حمزه لو بعد عني انا ممكن اموت. الحل هو ان انت تتجوزي، وبكده الحضانه هتبقى مع اختك اجباري. اتجوز ايه؟ بس انا سامحيني لو كنت اقول لك الكلام ده، انت لسه صغيره واكيد مش هتفضلي العمر كله لوحدك، وحمزه كمان محتاج اب يكون سند ليه يعوض الفراغ اللي هشام سايبه. مش وقته الكلام ده، انا هبقى افكر فيه بعدين. مش لما تعرفي الاول مين العريس جايز تغير رايك. ايا كان مين العريس انا مش موافقه. ومين قالك ان انا استنى موافقتها؟ انا كده ولا كده ابن اخويا هيعيش معايا غصبا عن اي حد. انت دايما كده، كيفك تبوظ كل حاجه. انت تقصد ان انا ايوه تتجوزي يحيى، جايز ربنا يهديه ويرجع بقى لعقله. ايه شايفني مجنون؟ بصراحه يلا بقى صفوا اموركم سوا، وانا اروح اشوف ادم وحمزه اللي بيلعبوا هناك دول. سيف سابهم ومشي، ويحيى قعد. على فكره انا ما رفعتش قضيه ولا حاجه، ولا عمري كنت هاخد حمزه منك. انا بس اتضايقت ان انت اخدتيه، وحتى ما استنيتيش انك تاخدي راينا. كنت خايفه تاخدوه مني. حمزه هو ابني، ويمكن يكون عوض ربنا لينا عن هشام، عشان كده انا مش عايزه يبعد عننا تاني، فهمتي؟ وانا وعدك ان انا مش هبعده تاني ابدا. ودلوقتي بتمنى توافقي على الخطوبه بشكل مؤقت. اكيد مش هجبرك على حاجه، بس انا فعلا معجب بيكي. نورهان ابتسمت وهزت راسها بالموافقه، وبعد اسبوع اتخطبوا، ويحيى حاول يصلح علاقته بيها. وبعد سنه تقريبا وقفت نور وهي لابسه الفستان الابيض، ويحيى ماسك ايديها، وجنبهم حمزه، وكلهم اتجمعوا واخدوا صوره للذكرى. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.